امي قالت لي في الاول بس انا ما سمعتش الكلام. امي قالت لي ان هي حلمت برؤيه ان مراتي مش هتخلف. انت المفروض تتجوز، انت بقالك سنتين اعتبر ان انت ما اتجوزتش. انا قلت لك ان مراتك مش هتخلف، انت ما سمعتش كلامي. ازيكم؟ انا متجوز بقالي سنتين وخلاص. انا على طول قاعده في البيت ما بتعملش حاجه غير ماسكه الموبايل وقاعدالي على السوشيال ميديا وعلى طول نايمه. لما ربنا يكرمها وتبقى حاسه ان هي عايزه تعمل حاجه في البيت، تقوم يا دوبك تعمل حاجه بسيطه وتلاقي نفسها تعبت ورجعت تاني نام. على طول نكشلي شعرها في البيت زي ما يكون عايش مع غوريلا. انا اتخنقت منها واتكلمت معاها كتير، ولكن هي على طول بالحاله دي. امي قالت لي في الاول بس انا ما سمعتش الكلام. امي قالت لي ان هي حلمت برؤيه ان مراتي مش هتخلف، بس انا قلت مش مشكله ممكن تتغير. مع ان بعدها على طول رحنا للدكاتره وعملنا كل الفحوصات، ولكنها هي ما بترضاش تكمل العلاج. انا اتخنقت من اللي انا فيه ده على طول، مع ان صحتي احسن وكويس وبهتم بنظافه جسمي، ولكنها في بعض الاوقات بتتهرب مني في العلاقه. انا مش عارف انا اغيرها ازاي ولا هي ممكن تتغير بطريقه ازاي. الموضوع ده تعبني جدا، وعلى طول امي دايما تتخانق معايا. انت تتجوز، انت بقالك سنتين اعتبر ان انت ما اتجوزتش. انا قلت لك ان مراتك مش هتخلف، انت ما سمعتش كلامي. واتخنقت، نفسيتي اتدمرت. انا عندي 30 سنه وهي عندها 25 سنه. انا مش عارف اسيبها واتجوز واحده تانية ولا المفروض ان انا اعمل ايه. يا ريت تقولوا لي اعمل خليني افكر حضرتك. لو حضرتك اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصل لك كل جديد. واكيد طبعا لازم تقول رايك في كومنت عشان خاطر انا برد على كل الكومنت بتاع الناس، وبحب ان حضرتك تقول رايك. طيب خليني اقول لك رايي كده وبكل وضوح. اي واحد بيخش طرف ثالث في اي موضوع بيكون هو السبب. يعني اقولها لك بوضوح ان طالما والدتك بتسمع لها وانت ودني، فاعتقد ان المشكله فيك. ما سالتش نفسك هي ممكن تكون في الحاله اللي هي فيها دي بسبب مين؟ وارد جدا يكون بسبب والدتك، منكده عليها حياتها ودايما محساها ان هي ملهاش اي اهميه عندك، فخلاص جالها حاله اكتئاب ان هي مش هتخلف. وطبعا حماتها شغاله تزن عليك وانت بتسمع لمامتك والموضوع عندها خلاص. اعتقد ان هي عندها حاله نفسيه من اللي هي فيه. هي عندها حق. انت حاول تتغير، ابعد شويه عن ودن معاك، ما توديهاش عند امك وشوفها هي محتاجه ايه، واقعد قرب منها وغيرها وشوف ايه اللي هي الحاله اللي هي فيها دي محتاجه ايه. اقعد اتكلم معاها، اعرف رايها ايه، هي ايه اللي تعبها، انت ليه بتفضلي كده، ومالكش دعوه بامك. حاول تغير. لقيتها ما اتغيرتش بعد كده يا سيدي، يبقى ليك الحق ان انت تقرر تعمل ايه، ولكن ما تكونش ان انت بتسمع لامك وعايز تعيش حياه كويسه. يعني انا مستغرب ازاي ام تقول لابنها ان انا حلمت ان مراتك مش هتخلف. مفيش حد